النهارده باذن الله نعمل فيديو مع بعض جديد. احنا اتفقنا ان كوريا شبه جزيره، معظمها بيطل على المحيط، فاكيد اكلات السي فود فيها كتير قوي. النهارده باذن الله هنعمل طبق كده سي فود اسمه اوجونا بوكو. اوجونا اللي هو السكويد او الاخطبوط، والبوكم يعني متحمر. طبعا عدد المطبخ الكوري اكيد الاخطبوط مش هيبقى لوحده، هيبقى معاه خضار، هيبقى معاه مثلا فلفل حراق وده اختياري ممكن نغيره، حته او قطعه كرنب. قطعه الكرنب دي ممكن نحط مكانها قطعه كوسه مفيش مشكله، قطعه جزر، بصل وبصل اخضر وتوم. دي الخضروات اللي مع الاخطبوط طبعا، اللي هو اهم حاجه اول يعني هنستعمله اول حاجه. وبعد كده في عندنا دي شطه كوري او مسحوق الفلفل الاحمر الحراق، ممكن نستعمل اي نوع شطه عندنا مفيش مشكله. المفروض في الكميه اللي انا هعملها دي بستعمل 3 معالق مسحوق الفلفل الاحمر، لكن عشان ما يبقاش حراق قوي ممكن ان احنا يعني مثلا نحط معلقه فلفل، معلقه شطه، ومعاها معلقتين من البابريكا اللي هي مسحوق الفلفل الاحمر البارد اللي مش حراق، ومعلقه سكر. هنحتاج فلفل اسود طبعا، وهنحتاج صويا صوص 3 معالق. اذا ما فيش عندنا صويا صوص ممكن ان احنا نبدل الصويا صوص دي النوع اللي هو المالح العادي اللي بيباع موجود في اي سوبر ماركت. طب ما فيش عندي صويا صوص، بجيب فنجان كده صغير وبحط فيه نص معلقه ملح وادوبهم فيه كده، اداني بديل للصويا صوص، وممكن ان انا احطه. لكن طبعا الصويا صوص بيدي برده نكهه مميزه، لو موجود يبقى افضل. يبقى عندنا السكويد او الاخطبوط، وعندنا الخضروات، عندنا الفلفل الشطه، وعندنا البابريكا والسكر، فلفل اسود وصويا صوص. ممكن كمان ان احنا نحط معاه كاتشب، يعني لو هنحط كاتشب مش هحط بقى سكر، وهحط الكاتشب مع الفلفل هيعوضني عن الايه، عن السكر، وعن ممكن اقلل كميه الشطه لو انا عايزه. هنبدا اول حاجه بالاخطبوط. اول حاجه قبل ما نبدا فيه بنجيب ميه، اي ميه يعني ميه من الحنفيه عادي. بعد كده بحط فيها معلقه ملح كده علشان اغسل فيها الاخطبوط اللي انا بستعمله، علشان يطلع لي اي ريحه ممكن تكون فيه. دول مثلا اوريدي مقطوعين، بحطهم كده في بقى اغسله بالملح، الميه اللي بالملح كويس قوي، وندعكه كويس قوي، ونتخلص من اي حاجه او لون غامق فيه. اي لون زي كده ممكن حتى لو انا مش عارفه اطلعه بايدي امسكه بمنديل ورق هيلاقيه بيطلع معايا بسهوله. احنا شايفين كده الاخطبوط اتغسل واتشطف، نضفناه كويس قوي من اي حاجه فيه. هنقطعه قطع، بس الاول هنبدا بالخضروات نقطعها ونجهزها. زي ما قلت ممكن نستعمل الكرنب، ممكن ان احنا نستعمل كوسه، ممكن اي حاجه احنا عايزين نستعملها. شرايح الكرنب ما تخليهاش كبيره وما تخليهاش صغيره، يعني عايزينها كده مقاسها زي كده تمام، او الملفوف زي ما بيقولوا في بعض الدول، عشان نسال ايه هو نوع الكرنب اللي احنا استخدمناه. او قطعه تخينه قوي زي كده بلاش منها، زي ما احنا شايفين كده حجم الشرايح نشيلها. الفكره ان احنا بنعمله مقلي مع الخضروات، بيرفع من قيمته الغذائيه وبيبقى خفيف قوي، ممكن يتاكل مع الرز او مع اي حاجه احنا عايزينها. دي نص بصله ونقول نقطعه شرايح كده تمام، نقطعها شرايح زي ما قطعنا البصل والكرنب. هنقطع الجزر برضه شرايح كده، بس حاول نخليها رقيقه شويه، لان طبعا الكرنب والبصل بيستوي بسرعه، الجزر بيحتاج وقت، فابتدي ان انا احاول ان انا ارققه شويه كده زي ما انا عاملاه عشان يستوي مع الخضروات. بعدين الفلفل الاحمر بقطعه بشكل مايل كده، طبعا ده اختياري، اللي مش عايزه هي تبقى حراقه قوي مفيش مشكله، ممكن ان هو يستغنى عنها. البصل الاخضر مش صغير قوي مش كبير، يعني حوالي 2 3 سم كده بقطعه تمام. ده الجزء الاخضر من البصله بقطعه واحطه مع الخضروات.
الجزء الابيض بقى هنقطعه ونفرمه صغير شويه، رفيع ارفع شويه. اقول لكم هستعمله ازاي. شايفين قطعته ارفع شويه. تمام، هنخليه دلوقتي. بعدين نيجي التوم مثلا من لو فصوص كبيره زي دي 3 كفايه، لو اصغر شويه ممكن نستعمل 4 5 فصوص توم. يعني التوم حلو وبيبقى مفيد في الاكلات اللي زي دي. لو في جنزبيل كمان او رشه جنزبيل اخضر او رشه جنزبيل ناشف برضو يعني بيبقى كويس مع الطبق ده. لو مفيش مشكله. انا النهارده ما عملتش جنزبيل، ممكن ان احنا ما نستعملش جنزبيل. نفرم التوم ناعم كده. فرمنا التوم ناعم. بحط التوم هنا عشان هنعمل بيه التتبيله اللي احنا هنستعملها بعد كده. بحط مع التوم بقى زي ما اتفقنا، المفروض ان احط 3 معالق شطه او مسحوق الفلفل الاحمر. هحط معلقه واحده، واحط معلقتين بابريكا لو احنا خايفين يبقى حراق قوي. لو انتم متعودين على الطعم الحار حطوا 3 معالق شطه. ممكن برضو تحطوا معلقه بابريكا ومعلقه شطه ومعلقه ومعلقه كاتشب. هنحط معاهم 3 معالق صويا صوص زي ما اتفقنا. ممكن بدل الصويا صوص نحط نص معلقه ملح وفنجان ميه. تمام. السكر بقى هنستعمله مع الاخطبوط، وهنشوف هنعمله ازاي. دول هنقلبهم مع بعض. يبقى كده عندي التتبيله اللي هضيفها للاخطبوط وهو على النار. ونيجي بقى للاخطبوط نفسه. خلي دول على جنب لانه مثلا هو نضيف. هنقطعه برده حاجه متناسبه مع الخضار اللي احنا قطعناه. يعني احنا قطعنا البصل كده وقطعنا الكرنب كده، هنقطع برده زيه الاخطبوط شرايح قريبه من حجم الخضار. طبعا الخضار بيقل وبرده الاخطبوط حجمه بيقل قوي لما بنحطه على النار، فالقطعه كده كويس. سخنه هنحط فيها شويه زيت، وبعدين نحط البصل الاخضر. نحط البصل الاخضر تقليبه بس خفيفه كده، ونروح نازلين عليها بالاخطبوط اللي عملناه. الاخطبوط سعيد قوي ان هو هيتقلب مع البصل الاخضر. البصل الاخضر في الاول بيخلي الزيت يبقى له نكهه، فبيقضي على اي ريحه في الاخطبوط. خلي النار عاليه. نرش شويه فلفل اسود عشان اطمن ان الاخطبوط اتبل بالفلفل الاسود. في المرحله دي بقى بضيف السكر. نحط معلقه سكر. لو انا هستعمل كاتشب هخليه مع التتبيله اللي انا هحطها في الاخر. تمام. اقلبه شويه يمسك نفسه. يعني استنى معايا كده. قلبته شويه ابتدى يشرب طعم السكر اللي حطيناه، وابتدى يشرب النكهه بتاعت البصل الاخضر. انزل بقى عليه بالخضروات اللي احنا قطعناها، كرنب وبصل اخضر وبصل وفلفل احمر وبصل اخضر وجزر. نقلبهم كده تقليبه واحده بحيث برضو ان يبقوا الخضار خد النكهه بتاعت الاخطبوط، ما يبقاش يعني حاجه منفصله عن التانيه. تمام. بعد كده هنحط التتبيله بقى اللي احنا حطيناها. ممكن اضيف لهم كده يعني نص كوبايه ميه، علشان المفروض التتبيله بتحط لها معجون الفلفل الاحمر الكوري، بس انا عارفه ان في مشكله عند ناس كتير ان هم يلاقوه، فانا ما حبيتش ان انا استعمله، وعوضت ان انا احط شويه ميه بس للتتبيله اللي احنا حاطينها. هنقلب كل المجموعه دي كويس قوي مع بعض، وهتبتدي اللون الاحمر يبان والشطه تبان.
اقلبه لحد ما يعني اطمن ان كل السائل اللي تحت ده الخضار والاخطبوط اتشربوا. كمان الجزره بتكون استوت، وده معناها ان كل الدنيا استوت تمام. زي ما احنا شايفين كده اتشرب الميه بتاعته تمام. لو انتوا موجودين بقى، انا مش قادره اوصف لكم الريحه وال يعني وشكل الاثر اللي بتاع مخليني قادره مش قادره اصبر اساسا لما اعمله. كمان الاخطبوط لما بيتعمل فيه يعني كده استوى، لكن لو زودت عليه السوا ممكن يرجع ينشف تاني، فهو ليه مرحله بيستوي عندها خلاص يبقى ما نحاولش معاه تاني، لان اكتر من كده تسويه بيضره ومش بينفعه وبيخليه يرجع ني تاني. طبق الاونجينوبوكو او الاخطبوط المقلي مع الخضروات، بنحط له بس رشه بصل اخضر كده كشكل تجميلي تمام، ورشه زيت سمسم. لو عندنا زيت السمسم، مفيش زيت السمسم مفيش مشكله خالص، برده هيفضل طبق لذيذ جدا وممتع ناكله مع الرز، او ممكن حتى ناكله بالعيش باي طريقه، بس مع الرز بيبقى احلى. يا رب طبق الاخطبوط المقلي مع الخضروات يعجبكم. انا غدا ياسين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.